وعلشان تعيشوا الاكسبيرينس اللي احنا عشناها دي وتلبسوا زينا كده وتعيشوا يوم لذيذ، تعالوا نحكي لكم عن اليوم من اوله كان فيه ايه. اول حاجه هندخل عليها عشان نعيش الاكسبيرينس كامله ان احنا نتعطر. ومن عظمه التجربه التركيه دي بقى في الفطار تحديدا ان الاكل بيجي لك على التريل اللي احنا شايفينه ده ومليان اصناف كتير جدا. نبدا بقى كده يا مصطفى ونقول بسم الله. فطار تركي دي اول اكسبيرينس ملكيه تركيه في القاهره. سؤال بس دلوقتي، قولي ايه اكتر حاجه انت متحمسه لها في كل الاصناف دي؟ البينير الجبنه التركي، جبنه بالتركي يعني. وانا كنت عارف ان في انواع كتير جدا من الاجبان التركيه، فدي انا متحمسه لها جدا. في عندهم يا جماعه زيتون مشوي، بص كده، وده من الحاجات اللي انا متحمس قوي ان انا اجربها قبل اي حاجه يعني. ده يا جماعه يعتبر سيجنتشر عندهم هنا، مشهورين بيه قوي. حلو. لا طب ناولني كده ندوق الاول كده، نفتح نفسنا بالزيتون المشوي. بسم الله. زي ما قلت لكم متحمسه للبينير الجبنه التركي، فدي حلوم مملح ودي الكول بينير بحبه البركه، فانا هبدا بيها. تشبه حاجه عندنا بس القوام بتاعها اخف، فكرتني قوي بالجبنه الشامي والسوري. دي حلوم بس حلوم مالحه مش دلعه. ندوق. الحلوم حلوه قوي. الجبن اللي قدامي ده او البينير اللي قدامي ده تحس ان هو معمول بحليب اغنام. نخش بقى على الاصناف نوعا ما انا بعتبرها الرئيسيه. في عندنا شكشوكه تركي اللي هي دي، وفي عندنا اومليت عادي. هدوق الشكشوكه دي، بيبقى فيها فلفل الوان. الشكشوكه بجد طعمها رهيب يعني دي خطيره. فكره اننا لازم نفطر وجنبينا الشاي، عشان كده هنا عملوا الشاي انليميتد، تاخده زي ما انت عايز. دي اساسيه عندنا. من الحاجات برضو اللي انا عايز اجربها قوي عندهم دي اسمها برك جبنه. هي شبه السبرينج رولز شويه بس رفيعه طريه محشيه جبنه، تحفه جدا. الاطباق الريتش جدا برضو اللي بتنزل عندهم في الفطار، طبق الكول كاتس اللي قصادكم ده انا شايف ان هو فيه بيف لانشون وفي تشيكن لانشون وفي برضو ده متهيألي بسطرمه. اصلا في حاجه بقى ايه وهميه من اول لما حط الطبق واخده بالي منها. بص كده تقطيعه البسطرمه، تقطيعه البسطرمه فعلا تقطيعه البسطرمه سميكه قوي. سميكه عن اللي احنا متعودين عليها. اول مره اكل بسطرمه احس ان انا بندغ البسطرمه وطعمها طيب. تقطيعه بجد تحفه وسميكه، فمحسساكوا بطعم اللحمه بتاعه البسطرمه. انا عايز ادوق بقى دلوقتي اللانشون البيف. عايز اعرف نوع اللانشون ده ايه. بجد اللانشون حلو جدا. ممكن يكونوا عاملينه هم ميد. من الاطباق برضو اللي بتبقى موجوده في الفطار، في اطباق كده فيها ناتس، زي ده طبق فيه عين جمل وزبيب. في عندهم برضو اطباق فيها دراي فروت زي مشمشيه. الحاجات دي بتبقى ريتش قوي مع طعم الجبنه بتعليها. يعني لو عملنا تشيز بلاتر كده، هي المربى كل انواعها. عندي مشمش وعندي مربى تين، وعندك انت حاجه يا مصطفى مربتين تانيين اهو. في مربى فراوله وتقريبا في مربى ورد. ايه ده؟ الله، انهي دي مربى ورد. فانا هدوقها. انا عمري ما اكلت مربى ورد في حياتي. بص شكلها عامل ازاي. اللون بتاعها تحفه يا جماعه. ايه ده؟ لا انا معاك انا بقى. تحسها كاندي كده سايح، فيها ريحه الورد، فطعمها حلو قوي برضو. بس قبل ما اكمل الاكل كده، الفطار ده